ما معنى أنك تجي تعطيني إنذار ديال يومين ولا 15 يوم نخرج. ماشي بين نهار وليله قال لكم نخرجوا بحالاتكم، فين غنديروا غيشردونا الزناقي. السوق ديال رمضان ما عندناش، تنفيقوا على الزديح ديال الديور تيتهدموا، تنفيقوا على غدا تجي نوبتي، تنفيقوا على غد امهاتنا تيبكيو. قلنا لهم عطيونا شي وثائق مكتوبه، ما كايناش. عطيونا شي قرار مقرر التخلي ديال هذه المنطقه هذه في اطار مسطره التنازع الملكيه وفي اطار قانون 87 ما كايناش. ايوا اذا شنو علاش نخرجوا؟ الإحساس اللي حسيناه بالحقرة هذه الأيام خلتنا كساكنة ديال الغربية تنفكروا جماعيا أننا نرفع إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة هذا التظلم ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أديب صالحي من ساكني هذه المنطقة حي غربية بالمحيط. كما تعرف الجميع بأن هذه المنطقة الآن أصبحت موضوع نقاش رأي عام، لأنه ساكنة كانوا جالسين في واحد الطمأنينة وفي واحد الهناء في واحد السكينة، وإذا بهم يفاجؤون واحد القرار غير معلل، قرار ما عندوش سند قانوني، قرار ديال إخلاء المواطنين وإجلائهم هذه المنطقة هذه برمتها، وكأن هذه المنطقة ما عندها تاريخ، ما عندها هوية، ما عندها بنايات ذات عمران ثقافي، وما عندها حتى شي حاجة، ما عندها أصول، ما عندها جذور. احنا كمواطنين امتعضنا من هذا القرار اللي هو قرار شفهي، قرار لا سند له قانوني، لا يندرج في أي صيغة قانونية، سواء كانت في إطار نزاع ملكية أو سواء كانت في إطار شي صيغة قانونية أخرى. ما بين عشية وضحاها تم التفاهم ما بين بعض الملاكين اللي هما غير قاطين هنايا مع السلطة، يعني بواحد النوع من اتفاق بالتراضي ما بيناتهم أو واحد النوع من المبايعة ما بيناتهم. وحنايا بالمقابل السلطة قالت لنا شوفوا مع الملاكين كيفاش يدبروا معكم هذه الأزمة. دونك حنايا رفضنا. اولا الملاكين ما بغاوش يتوجهوا لينا، ما بغاوش يهضروا معنا لانهم هما جاتهم من جنتي والناس. ثانيا حنا في ديورنا نقل الملكيه من الى شي واحد اخر لا تلغي الكاري انه يخرج منها، ما كاين حتى شي سند قانوني لهذا الشيء. وبالتالي فحنايا رفضونا رفض بات، رفضونا رفض مبني على كرامة الإنسان، رفضنا مبني على حقنا الدستوري في سكن لائق يتحمي كرامتنا. كل الصياغ الممكنة في إبداء الحوار ونردوا هذه القضية ماشي ديالنا بوحدنا، قضية ديال الإنسانية غادي نمشيو فيها. كاينة عناية ملكية، يعني تنشوفوا الآن مؤخرا صاحب الجلالة حفظه الله أنعم على واحد الفئة معينة ديال العسكريين. شوف القيمة كيفاش عطى القيمة للإنسان، ويجي حنايا يعني مسؤول ديال السلطة يعني بواحد التهكم، بواحد النظرة استعلائية، بواحد القرار فوقي، ويحيلك على أنه هادشي عنده واحد الأبعاد فوقية وعنده واحد الأوامر عليا. حنا راه ناس هنايا ماشي ناس يعني اللي تجيو تقنعنا بهاد الهضرة هادي. حنا ناس راه قاريين وعندنا فاهمين، وفي وسط العاصمة عندنا واحد الإلمام بالقضايا الاستراتيجية ديال البلاد، وتنفهموا بأنه المواطن وكرامة الإنسان فوق أي اعتبار، وبأن الدستور تيخوي لنا هذه الصلاحية، وبأن هناك اهتمام ملكي بالسكينة، وبالتالي ما يمكنش يجيو يقنعونا بهالهضرة هذه. قلنا لهم عطيونا شي وثائق مكتوبة، ما كايناش. عطيونا شي قرار مقرر التخلي ديال هذه المنطقة هذه في إطار مسطرة التنازع الملكية وفي إطار قانون 87 ما كايناش. عطيونا ما يفيد أن هذه المنطقة إلا مسحتي وغادي يردوها منفعة عامة، ما عندناش. إيوا إذا شنو علاش نخرجوا؟ ما هي المبررات اللي خلاتنا نخرجوا؟ هادشي كله تيصب في واحد الاتجاه ديال انه حنايا مواطنين اما نكونوا من الدرجه الثالثه ولا ما مصنفينش كاع، باش تجي 50 عام 70 عام حنا ساكنين هنايا وتجي تقول لنا خاصكم تمشيو باش نديروا هنايا منشآت من طوابق 3 واوتيلات مصنفه ودي بواط وديروا هذا هو المنفعه العامه اللي تنشدوها. ما عنديش الكلمات اللي يمكن لي نقول بان هذا الشيء اللي واقع في الثانيه الغربيه، هذا الحي اللي عاش فيه اباء ديالنا والاجداد ديالنا والعائلات ديالنا والاخوان ديالنا،
هاد الجو اللي في هاد شهر رمضان، من غير شهر رمضان، هذا الجو اللي كان الدمعه كنهبطها كنخبعها وكنهبطها وانا مخبعيه باش ما الام ديالي ما تحش والامهات ديالنا ما يحسوش بهم. هاد الحاله اللي رجعونا فيها باننا كان الدمعه كتهبط الدم، طلبوا صاحب الجلاله والله ينصرو ويخلي لينا اللي يشوف بحالنا هكا اللي غنقبطوا غنتشردوا على كبرنا وعلى امهات ديالنا، غنخرجوهم من المقابر قبل ما نجلسوا ونشبعوهم. بقات لي الام ديالي هي عينيا وهي كل شيء. ملي كتحس بام كتبكي وانت ما عارف شنو كاين وكلشي كيخرج، والساكنه كنا متحدين وكنا خوت. جات بين عشيه وضحاها بان يقول لك نوضي خرجي وانت ما مستعداش، نهار وليله قال لك نوضي خرجوا بحالاتكم، فين غنمشيو؟ انا كان عندي واحد زياره اوروبيه في من اجل الصحه ديالنا. كان عندي واحد معيد طبي، فاذا به مشيت على اساس ان ما كاين لا هدم لا قدم لا حتى شي حاجه، وبديت انا كنصلح المنزل ديالي من الداخل على اساس باني نرجع ان شاء الله غنكون في العيد في احسن الاحوال. فبهذا دوزت تقريبا 5 ايام ولا 6 ايام في اوروبا، وجاني خبر بان الصينيه الغربيه غتهدم، وهذا الخبر تقبلته بصدمه كبيره جدا وانا خارج الوطن. فاذا به الا سامحت في الموعد الطبي ديالي ورجعت لأرض الوطن، فإذا به قد الحي كلهم قلوب راسو على رجليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما عرفنا ما نقدموا وما نأخروا. الناس الملاكة اللي داروا ما بغاو ما علموا حتى شي حد معناتي. المهم هادشي كان صدمة صعيبة علينا بزاف، لأن حنا كبرنا هنايا، تزوجنا هنايا، ولدنا ولادنا هنايا وزوجناهم وعملنا الأحفاد ديالنا. وأنا عبد الله قلت أنا كندير 75 سنة في هاد الحي هذا، خلقا وزيادة وعمرا. الغربية أرادوا مسحها من الخريطة بدون أي سند قانوني، ولكن نظرا لأننا ننتمي لهذا الوطن ولهذا المكان ولهذه المدينة ولهذا المنزل، فإن مسقط رأسنا هو منزلنا هذا. فالسلطات جات على حين بغتة، وكان شي اتفاق ما عرفتش شكون عليه، مهم اتفاق تيقولوا اتفاق أفقي. جات وحاولت تستدرجنا على أننا كان اتفاق بينها وبين الملاكين على أساس أنها تبيع هذا الملك للناس، والملاكين هما اللي غيتفاوضوا مع المكترين، في حين أننا دابا حنا 70 سنة وحنا تنكتريو هذا المنزل. وأنت تشوف الحالة ديال هذا المنزل كي دايرة، واش هذا المنزل أهل السقوط، واش هذا المنزل سكن غير لائق، واش هذا المنزل يستوجب أن إنسان يهدمه ولا يدوز فيه بجرس قلم. وما كايناش حتى هاد جرس قلم، كاين إخبار شفهي من السلطات العمومية تخبرنا على أننا يجب أن نقلبوا على شي مكان آخر باش نمشيو ليه نسكنوا فيه. واش تظن هاد الظروف المعيشية اللي تعيشها المواطن المغربي في هذا القرن هذا، في هذه الظروف ديال 2025، واش ممكن مواطن اللي قضى سنوات تقريبا 70 سنة في هذا المنزل عاد يخرج يقلب على الكرة؟ واش هذا معقول؟ هذا الإحساس اللي حسيناه بالحقرة هذه الأيام خلتنا كساكنة ديال الغربية تنفكروا جماعيا على أننا نرفع إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة هذا التظلم ديالنا وهذه الحالة اللي وصلوا ليها المسؤولين في هذه الولاية ديال الرباط، اللي اعتبرونا كأننا ليسوا بسكان، بل ناس جاوا استوطنوا في هذا المكان، وحينما انتهت الصلاحية ديالهم جاوا يفرغونا في مدة لا تتعدى أسبوع أو أسبوعين، وهذا لا يليق بدولة الحق والقانون. وتنطلب السدة العالية بالله التدخل الفوري لإيقاف هذه التصرفات الغير لائقة
بسكان هذا الحي العريق؟ علاقتنا بالمؤسسات علاقه ديال الاحترام وديال الولاء وديال ما يجيش يشوشوا على العلاقات ديالنا، ما يجيش يردونا مواطنين بحال اللي حتى نحسوا براسنا بالحقره، بحال اللي حنا ما عمرنا كنا مواطنين في هذه البلاد هذه. لا، ما معنى انك تجي تعطيني انذار ديال يومين ولا 15 يوم نخرج من داري؟ ما معنى شنو بدون بدائل، بدون حلول، بدون اقتراحات، بدون حتى اليات الحوار ما كايناش. هذا قرار جاي من الفوق تنفذوه. ودخلنا دابا المنطق تنحاوروا معاهم باش يقولوا لنا غير الاسس اللي يعتمدوا عليها والمرتكزات القانون اللي يعتمدوا تيعطيونا اسئله ديال التضليل، ما تعطوكش شي حاجه قليل. حتى اللي مشاو وقعوا داروا الاكتتاب، اللي داروا ما بيناتهم داك المبايعه او داروا ما بيناتهم يعني ما كاينش، ما تيخدموش يشوفوا حتى لونطيت شكون اللي موقع معاهم، شكون اللي معاه من تباعوا، فرضوا عليهم الثمن. دونك حنايا كمكترين وحتى بعض الملاكين هنايا اللي هما ساكنين هنايا ما رافضين هذا الشيء، رافضين مجموعه من الاعتبارات. الاعتبار اننا ارتباط تاريخي بهذا الحي، وهذا الحي ما فيش دور اي للسقوط او دور اللي هي ما عندهاش او لا دور القصدي، هذه دور اللي هي الشيء كيفاش داير التاسيس ديالها، كيفاش داير يعني العمران ديالها، عنده علاقه بالتاريخ، عنده علاقه بالتراث، عنده علاقه بالهويه. وحنايا مواطنين متشبتين بهذا الفضاء ديالنا، ما عندناش بدائل، ما عندناش امكانيات. عندنا رمضان دابا تندوزوه بواحد الشكل اللي هو ما الذوق ديال رمضان ما عندناش. تنفيقوا على الزديح ديال الديور تيتهدموا، تنفيقوا على غدا جنوبتي، تنفيقوا على امهاتنا تيبكيو. يعني تنحسوا بان الناس تيديروا لنا واحد النوع من الاضطهاد المعنوي اكثر ما هو مادي، وبالتالي فاحنا ترفضوا هذا الشيء، ونديروا كل الاشكال اللي غنوصلوا بها الصوت ديالنا، كل الاشكال بما التي تحفظها القانون باش نوصلوا الصوت ديالنا. وصعيب باش تجي تقنعنا باش نخرجوا بهذه الطريقه هذه الا ما قنعتيناش بان هذا الشيء غادي يكون عنده واحد المنفعه عامه او عنده واحد الصدى اللي غينعكس على المجتمع كله. اما باش تجي تعطي هذا الشيء في اطار يعني تعطيه شي لوبي عقاري او مركب مصالح عقاري، فحنايا اولى بديورنا واولى بمنازلنا واولى بوطننا. راه هذا جزء من الوطن، وراه المغربي راه ما يمكنش تقيسو في ولادو ولا في وطنه. ان عندنا واحد الوطن فيه مؤسسه ملكيه وفيه مؤسسات اللي ما يمكنش تبغي تشرد ابنائها، واللي ما يمكنش تقبل على الابناء ديالهم يكون عندهم هذا المآل. سيما اننا يعني ابناء مخلصين لهذا الوطن، وعندنا ارتباط وجداني بهذا المكان، وعندنا اصولنا. ماشي عاد يمكن كنت ساعات جيت هذه عامين سكنت هنايا ما مربيش الكبده نقدروا نقولوا الا غيغور، ولكن دابا حنا رانا تولدنا وكبرنا واحلامنا ومستقبلنا هنايا، ما عندنا فين نمشيو.